إن شعراءنا في العصر القديم كانوا يتحرون حقائق الأشياء ويجتهدون في أن لا يبعدوا عنها أشد البعد، وكانوا يؤدون هذه الأشياء في ألفاظ تلائمها أشد الملائمة، تلين وترق إن لان المعنى ورق، وتخشن وتعنف إذا خشن المعنى أو عنف. فكان الشعراء واقعيين وكانوا صادقين، كانت لهجتهم صادقة ملائمة، ولكنهم على ذلك كانوا يرتفعون بأدبهم عن لهجة الحديث العام الذي يجري بين الناس في أحاديثهم اليومية وحين يضطربون في حياتهم وشؤونها المختلفة. ومن هنا نشأت للأدب لغته الخاصة، لغته التي امتاز بها أدبنا العربي، وهي هذه اللغة الرصينة التي تملأ ألفاظها الفم ولا تنبو عنها الأذن ولا يضيق بها الذوق ولا ينفر منها الطبع، وإنما هي ألفاظ مصقولة تصور صفاء اللغة التي يؤدى بها الأدب، لا تؤخذ من أحاديث الناس في كل يوم وفي كل شأن، وإنما ترتفع عن هذه الأحاديث. وكان القرآن الكريم بعد أن تلي على العرب سببا خطيرا من أسباب نشأة هذه اللغة الأدبية وقوتها، فقد حرص الشعراء والكتاب بعد الإسلام على أن تكون لغتهم قرآنية ما استطاعوا إلى هذا سبيلا. ومعنى هذا كله أن أخص صفات الأدب أن تكون لغته ممتازة من لغة الأحاديث الجارية التي يضطرب بها الناس في شؤونهم وحاجاتهم المختلفة.